يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض المباراة القادمة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد الفوز في الجولة الأولى على فريق ميديام الغاني ب3 أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في القاهرة. وسيلتقي النادي الأهلي في المباراة القادمة مع فريق يانغ أفريكانز التنزاني ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا يوم السبت القادم 2 ديسمبر في 6 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت السعودية وقطر. وستقام المباراة في تنزانيا، وستذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت القطرية. ويتصدر النادي الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة ب3 نقاط بالتساوي مع فريق شباب بلوزداد الجزائري بنفس عدد النقاط وعدد الأهداف، حيث انتهت مباراة الجولة الأولى بين فريق شباب بلوزداد الجزائري وفريق يانغ أفريكانز التنزاني بفوز شباب بلوزداد ب3 أهداف نظيفة. ويسعى النادي الأهلي للفوز في المباراة القادمة على فريق يانغ أفريكانز وحصد ال3 نقاط للحفاظ على صدارة المجموعة والتأهل للدور ربع النهائي، حيث ستكون مباراة صعبة على الفريقين لكون المباراة خارج الأرض للنادي الأهلي، كما يسعى فريق يانغ أفريكانز للعودة للمنافسة من جديد.